لا 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 لا، اللي حصل في المباراه ده مش طبيعي. اصل يعني الاجوان تدخل بالطريقه دي واللعب يكون رايح جاي بالشكل ده ما بيحصلش كل يوم. بص ما تقلقش، طول ما انت معايا هنا مش هيفوتك الممنوعات دي، بس اعمل لايك وسبسكرايب وفعل الجرس عشان تشوف كل جديد. وتعالى اقول لك ايه اللي حصل. ما تنساش تصلي على حبيبك النبي، ويلا نبدا. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. بدأت المباراة بالشوط الأول المسالم تماما والخالي من أي أهداف، ويبدأ الشوط الثاني بالرأسية من كنوف عشان يوصلها لإيكيتيكي ويستلمها. بصراحة ما كانتش سلسة عليه قوي، ولكن سيطر على كورته وركنها في سقف الشبكة اللي هو وحياة أمك ما انت طالعة. حلو كده؟ لا، المباراة دي كانت غريبة تماما، محدش بيسكت للتاني. 5 دقايق والكرة تتعمل سلو في عرين فرانكفورت عشان فليب تيدز يستلمها، وحرفيا لولا ان جسمه مميل ورجله جوه هرب من التسلل على شعره، ولكن الكرة طلعت سليمة وما فيهاش تسلل في الاخر. ننتهي هنا؟ لا، بص كده الكرة دخلت ازاي من ما بين رجل كيفن تراب. خطأ كبير جدا من تراب، وده لا ينكر خطأ الدفاع طبعا، ولكن كيفن تراب كان لازم يركز اكتر. ولا انت ايه رايك؟ لو انت شايف ان هي صعبه عليه قول لي رايك في الكومنتات. يا خرا شنو هذا؟ هنا في الجون اللي جاي انا عاوز اقول حاجه محشوره في زوري بصراحه. الكره ازاي تعدي كده؟ يعني ازاي تاخد المسافه دي كلها من غير ما حد يعترضها او حتى يبقى جنبها؟ الكره وصلت من كيفن شلوتريك من غير ما اي حد يقول لها انت بتعملي ايه اصلا. اتسددت على الهدف من وسط الدفاع، وكمان كيفن تراب صدها، ولكن بجد ما كانش مركز خالص. الكره فلتت فعلا من ايده وخدها سامويل وسددها. ابوس ايدك، شجع الشباب. ولكن من حظ تراب ان الضربه الحره اللي اتلعبت بعدها من عمر مرموش وصلت لاجور وسجلها بطريقه جميله جدا. ومن حسن حظ تراب ان التعادل جه وتعوض الخطا بتاعه، وانتهى الماتش للاسف بالتعادل السلبي، ولكن التعادل كان احسن من الهزيمه بسبب الاخطاء اللي عملها تراب، وطبعا ده لا ينكر خطا الدفاع. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك الفيديوهات اللي جايه، واشوفكم في فيديو جاي. سلام.